بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض الفشة بطريقة سهلة وجميلة قوي، هتطلع معاكي لذيذة جدا، واللي ما بيحبهاش هيحبها بعد الطريقة دي. هنضيف عليها في الآخر سجق وكفتة، وهنعمل أكلة حياتي بقى رهيبة لو عايزة تحطي ممبار. المهم دلوقتي حطينا خل وملح، الفشة بتتغسل بخل وملح، ما بنحطش ليمون. الخل والملح كافيين قوي ان هم يخلوها نظيفة وريحتها كويسة. وبعد كده بشطفها كويس قوي واغسلها تحت المية مرة، وبرجع تاني احط لها خل وملح، وبرضو بغسلها بعد النقع بتاعها. وهنا بفتح اي حاجة جاية معاها، لان الجزار طبعا مش بيديها فشة لوحدها، بيدينا معاها اي قطع تانية كده. فبفتحها واغسلها واتأكد ان كل حاجة نضيفة معايا. وبعد ما بفتحهم بحط لها حبة مية على النار تتسلق. آه، مش بتتسلق، هي بتاخد غلوة واحدة بس، بتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. غلوة واحدة بحبة فلفل اسود وبصلاية صغيرة، غلوة 5 دقايق، وبطلعها صفي المية من عليها واشطفها. وبعد كده بقى ببدأ احط لها المية نضيفة، واحط فيها تتبيلة الشوربة بتاعتي، الفلفل والبصل والورق اللوري والحبهان البودر والفلفل الاسود، وبحطها على النار تاخد سلقة كده حوالي ساعة لحد ما تستوي قوي. انا بحبها مستوية جدا جدا، احنا بنحب الحاجة مستوية قوي. وهنا بقطعها تقطعيها التقطيع اللي تعجبك. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. في ناس كتيرة قوي ما بتحبش الفشة، جربيها بس بطريقتي دي، جربي حتى لو في نص كيلو وهتعجبك قوي قوي وهتدمنيها كمان. بنضيف عليها بقى السجق والكفتة، عايزة تحطي كبدة، عايزة تحطي ممبار. ده السجق والكفتة بتوعي، هما بيجوا جاهزين من عند الجزار. بقطع بصلاية وقطاياية وفلفلاية، وبروح على النار احط الزبدة بتاعتي، وابدأ اشوح السجق والكفتة تشويحة بسيطة بس كده، بحبة فلفل اسود وحبة ملح صغيرين، لان السجق والكفتة بيبقوا مملحين من عند الجزار. وبعد كده بحط البصل والفلفل والطماطم، واتبلهم برضو تتبيلة صغيرة كده يتشوحوا معايا بس. وبعد كده بنزل بالفشة بتاعتي اخر حاجة، لانها طبعا مستوية. ففي النهاية بسويهم مع بعض، واعمل لهم تشويحة كده حلوة ريحتهم خطيرة. بتحط طبعا التوابل بتاعتك، رشة جوز الطيب، رشة بهارات، فلفل اسود، كزبرة، الملح بتاعك. بصي في النهاية سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تبارك الله. بصوا رهيبة رهيبة بجد، ريحتها تحفة. انا بحب الاكلة دي قوي قوي. عيش بقى ومخلل وجرجير وسلطة الحياتي الرهيبة، انا منزله لها لينك في القناة، تحفة وطعمها خطير. بألف هنا وشفا على اللي هياكلوها يا رب، ألف هنا وشفا. لو لسه مش مشتركة في قناتي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.